انا بعرف انه انت رح تكرهني بعد هذا الفيديو، لانه بدي احكي لك مواقف، وبهدول المواقف بتحدد اذا انت رجال طرطور ولا انت عن جد رجال حقيقي. والحلو بالموضوع انه انا رح اعطيك خطط تطبيقيه بكل موقف من هدول المواقف بتخلي رجولتك تطلع السما. فهذا الفيديو لك اذا انت بموقف من المواقف انه انت مالك رجال مثل العاده فرح تصير رجال، لانه انا هدول الشغلات عم بطبقهم، وللاسف 4 و5 كنت انا عم بساويهم. والاوسخ منه انه انا كنت طرطور يا اخوي، والعالم كلها قاعد بينظروا لي بطريقه ما مرتبه لانه طريقه تفكيري ما كانت اوكي. فبهذا الفيديو رح اصلحها ورح اعطيك خطط تطبيقيه لحتى انت تطبق. 1. تعاملك مع الوجع. كل العالم بتوجعه وبالاخص الرجال الطرطور اذا بصير معه اي موقف بخليه يتوجع مثل تركته حبيبته بيقعد بيلوم العالم كلياتهم وبياخذ حسره بقلبه، بيطلع على العالم كلياته يا اخوي وبقول انه كلياتهم صح وهو الغلط، بيزرع صوره شخصيه له حسب اراء العالم. الشخص اللي عن جد رجال يلي عنده قيمه كثير عاليه، اذا العالم تضحكوا عليه، اذا هو سمين او ضعيف او قصير او طويل، بيعرف انه هو فيه يغير نظره العالم عنه. كثير عالم تضحكوا علي انه انا كنت فاشل، كثير عالم من رفقاتي كنا نقعد انا ورفقاتي مع بعض كانوا يضربوا مثل فيني انه انا افشل واحد فيهم، لانه انا بدي اسوي مشروع الي بدون المدرسه، انا ما بحب المدرسه، فكانوا يضحكوا علي كلياتهم، لبين ما حطيت احسن نسخه مني ووصلتها لمكان ولحد الان عم بطورها. وانا ما بدي ارجع للشخص القديم، اي وجع انا بصير معي هلا حاليا بستخدمه لحتى اتطور اكثر واسرع. اذا انت بتتاثر من حكي العالم والوجع يلي انت بتتوجعه بتصير انت بتتضايق منه وبتصير بتخلي العالم عن جد ياثروا فيك كثير، هي خطه لك حتى تتخلص من الموضوع مباشر. بتحط ورقه وقلم بتشوف الشغلات اللي عم يحكوها عنك العالم، اذا كانت عن جد حقيقيه حاول تعرف ايش هي، اكتبها على ورقه جنبها مباشره بتكتب شلون انا بقدر اصلحها. اوكي، مثلا العالم عم يحكوا لك انه انت سمين، جنبها تكتب انه انا بروح على النادي كل يوم من دون ما حدا يشوفني، من دون ما حدا يحس علي، بفيق الساعه 4 الصبح، بقرا، بظبط اموري، بتامل، بطلع الساعه 6 على التمرين، برجع الساعه 7 8 بضرب مي بارده، بوم فريش. العالم عم بتضحكوا عليك ما معك مصاري وعم بشوفوك انه انت شخص فاشل، بتشوف اي مهاره بتناسبك لحتى تطالعك من المكان اللي انت كنت فيه. قسما بالله كنت بمكانك بيوم من الايام، قسما بالله الله يحرمني عيون امي اذا عم بكذب عليك، كنت بيوم من الايام مثلك على الضبط، ما عندي مهارات، ما بعرف ولا اي شيء، بعدين غصبت حالي انه اتعلم مهارات وبلشت اطالع مصاري منه. كل العالم فيها تصير، كل العالم في عندها الامكانيه لحتى تغير وفي عندها الامكانيه لحتى تتعلم مهارات جديده. انت متعلم مهارات مثل الكذب، وبتعرف اول مهاره اشياء متعلمها من وقت ما كنت صغير عم تستوعب ايش قصدي، طلع في هي مهاره وانت اتقنتها، فانت كمان فيك تتقن مهارات ثانيه وتبلش تطالع مصاري. شغله من الشغلات اللي انت عم بتخليك تكون هيك ما راح احكي لك اياها هلا، راح احكي لك اياها بفيديو ثاني لانه عن جد هي عم تاثر عليك وكثير، وثلاث ارباع العالم هلا عم بيسووها. 2. شلون تتعامل مع الخوف. انت مفكر انه الاشخاص اللي عن جد رجال قويين ما بخافوا من شيء، وهيدا اكبر غلط العالم زرعوا لك اياه بعقلك. واستوعب كل العالم بيخافوا، بس هون في فرق شلون بيتعاملوا مع الخوف. اذا حطينا رجالين، رجال كتير قوي ورجال طرطور، اوكي، وقلنا له روح سافر، اوكي، روح سافر على مكان جديد، هذا الشخص اللي اسمه طرطور بيخاف ايش رح يصير معه هيك، وما بحط انه اوكي اذا صار هيك انا بقدر اتحمل بهي الطريقه، اذا صار هيك انا بقدر اسوي هيك، اذا صار هيك انا بقدر اسوي هيك. هذا رجال طرطور. الرجال يلي عنده قيمه كثير عاليه لما بسافر على اي مكان بيقول انا رايح لهنيك، اذا بموت ما في اي مشكله، انا عندي خوف، انا بعرف انه رح اروح على مكان جديد، ما عندي رفقه، ما عندي حدا ابدا، بس انتبه انا معي حالي وانا بعرف اطلع من كل المشاكل يلي بدها تصير معي. انت دوما في عندك احتمال تموت باي شيء، يعني انا هلا بجوز عم بصور اوكي يصير زلزال واموت، ما عندي اي مشكله، رب العالمين هيك بده، فما في داعي توقف. هذا الخوف انت من وقت ما كنت صغير كان عندك اياه واهلك ربوك عليه، وانت ضليت لحتى صار الخوف جزء من حياتك، ولما صار جزء من حياتك فهو صار يوقفك بكثير اماكن لانه انت عندك عقده، والعقده هي الخوف، فبتعرف تتعامل مع الخوف من اليوم ورايح. اي خوف بيجيك لا انت بتقتله لا اما هو بقتلك، بس انت دوما لازم تقتله ولازم تكسر عينه لحتى تفرجي هذا الخوف انه انت كلمتك اعلى منه، وهذاك الوقت بالايام اوكي رح يصير هذا الخوف بينزل تحت وانت كلمتك بتصير فوق. 3. كلياتنا متعلمين انه نحن نكون بخيلين ونفكر بالمصاري الزياده عن اللزوم بدل ما نصرف مصاري. واول شغله بتساويها انت لما بتطلع مع اي بنت بتفكر انه هي لازم تدفع نص بالنص، وهذا اوسخ شيء انت كرجال فيك تساويه بكل حياتك. لما بتطلع مع اي بنت انت يلي لازم تصرف، واذا عندك حبيبه لازم تشتري لها اللبس، لازم تشتري لها لازم تكون انت عن جد
رجال وتتحمل هي المسؤوليه، لانه دين الاسلام علمنا انه نحن نكون رجال، والرجال يا اخوي هن اللي بيتحملوا المسؤوليات. لما بتخلي البنت تدفع نص بنص معناتها انت خليتها تتحمل مسؤوليتك كمان، فهي كمان صار عندها رجوله. لما بدك تتجوزها فعادي كثير اذا قالت لك روح امسح الطاوله، اوكي، روح اجلد الجليات، اوكي، انا مثلي مثلك، انا رجال مثلي مثلك، انا بصرف على البيت مثلي مثلك. هلا بجوز تقول لي انه انا ما معي مصاري، انا ما معي مصاري اطلع مع بنت واصرف عليها. هذا الشيء بيعني انه انت مالك ابدا بوقت انه انت تروح توعد اي بنت. انت لازم تقعد وتركز على حالك وتشتغل، وبتعرف مين اهم من البنت؟ اهلك. امك يلي قاعده بتستناك من الصباح المساء اهم بكثير من حبيبتك المستقبليه او مرتك المستقبليه. بتعرف ليش؟ لانه انت اول ما بدك تطلع مصاري لازم تطلع على اهلك، انه هن ما بيحتاجوا شيء عن جد. هداك الوقت بصير فيك تحكي مع بنات. لما ما بكون معك مصاري وبتطلع مع اي بنت اتذكر انه اهلك بحاجتك وانت ما عم بتطلع عليهم، بالاخص امك. اذا ماتت بكره صدقني رح تكون هي مش مأزه منك، لانه انت كنت عم تعمل كل الشغلات يلي هي ما بدها اياك تعملهم. ما عم بقول لك انه هذا الموضوع سهل، انا تشقفت، انا متت، بس في شغله بدي احكي لك اياها. انا بعرف مهارات، وهدول المهارات طلعتني للشيء اللي انا عندي اياهم، ولحد الان عم بستخدمهم، ولحد الان عم بطلع منه مصاري اذا بتعلمهم. وانا عم بقول لك انا اخذت الطريق هذا قبلك، وانا حابب اساعدك عن جد. ضغط على الصندوق الوصف وروح نقي المهاره يلي انت بدك تتعلمها لحتى نعلمك اياها. رح تتعلم من الاشخاص اللي علموني اياهم كمان. وفي مهارات بتحكي معي شخصي بالاسبوع مره، ولهيك هدول الدورات مولى الكل، لانه انا بدي احكي معك شخصي، واذا انت كنت شخص مالك اوكي ما رح اعرف احكي معك. فلهيك بتنزل لتحت بتعبي المعلومات او بتضغط على المهاره، اوكي، بتعبي المعلومات لحتى انا اشوفها، هذاك الوقت بقبلك او لا. وبعدها فرجيني شلون انت رح تتطور، وبعدها فرجيني شلون انت رح تصير بخيل. تعرف قسما بالله انا هلا شفت هي القهوه انا عم بشربها، قسما بالله الشخص اجى الدليفري اعطاني اياها. بتعرف انه انا ما مضطر احكي هذا الموضوع، بس اعطيته اكثر من حق القهوه بكثير. اذا بتشوف الفرحه يلي بعيونه بتستوعب قيمه المصاري، بتستوعب انه المصاري عن جد فيها طاقه كثير كبيره. بتشوف اشخاص عن جد تحتاجوا وبتساعدهم على فكره. وانا رح اسوي نفس الشيء معك جوا الدورة، رح أعلمك كل شيء بعرفه، ما رح أخبي عليك أبدا، وبنفس الوقت رح أكون معك بمكالمة شخصية لحتى عن جد تعرف إنه أنا رح أمسكك من إيدك لحتى عن جد تطبق. وبدي إياك ما تحط ببالك غير 6 شهور أكثر شيء وبدك تطلع نتائج، أو 3 شهور. حاول تحرق المعلومات اللي جوا. إذا دخلت ما بتتماطل، لأنه أهلك عم بيستنوك وأنت لازم تطلع مباشر من العيشة اللي أنت عندك إياها. 4. الحب مو بس مع حبيبتك، الحب مع كل شيء شخص انت بتتعامل معه بصدق وبثقة، وبتكون عن وعدك وبتكون عن كلامك. مو انه اذا انت مع مرتك وتجوزت تروح تخون، وهذا اوسخ شيء بالعالم. مو اذا واحد بيشتري من عندك وبتقول له انه انا بعطيك هيك وهيك وما تعطي الشيء اللي انت عم توعده فيه. العالم يلعب يشتغلوا عندك، ما بتقول لهم انه انا رح اوصلكم لمكان كثير مرتب وتحط لهم وقت وما تسوي هذا الشيء، وهذا اوسخ شيء اي شخص بيعمله. الرجال الحقيقي بيكون عند كلمته. اذا بتقول لامك انه انا عن جد بحبك، حاول ما تحكيها حكي، حاول تفعله. تعطيها مصاري لامك، تفرجيها انه انت معك طول الوقت وهي ما بتحتاج حدا غيرك. كونك رجال يا اخوي لازم تعرف ايش يعني حب من جوا قلبك، يعني انه انت تكون منضبط، يكون عندك كلمه، وبنفس الوقت ما بتتزحزح ابدا. مو اذا اجتك رغبه وانت متجوز تروح تخون، لانه شوف يا اخوي الخيانه هي هيك، انت جواتك رح تحس انه انت خايس، انت وسخ. لما بتتجوز انت لازم تعرف انه الرغبه الجنسيه عندك هي مو بس بالجنس، مو انه بس تفضيه باجسام، هي كمان جواتك. على فكره انا عم بدرس هذا الموضوع بشكل كثير عميق. اي افلام اباحيه، اي شغلات انت عم بتساويها هلا عم تاثر عليك، اكتب تحت بالتعليقات اذا بدك يعني عن جد اسوي لك اياها كفيديو، لحتى عن جد تتخلص من كل شيء اسمه افلام اباحيه، ومن كل شيء شغلات انت عم تفكر فيها بجنس، وتخلي هي الرغبه تحرق الشغل تبعك وتفجر الدنيا، بس لانه انت خليتها جوا وما طلعتها لبرا. اكتب تحت بالتعليقات. الموقف رقم 5، موقف المصاري. بتعرف انه اذا حطينا الرجال عن جد عيل القيمه، اوكي، ورجال طرطور ما عنده قيمه ابدا، وبتعرف انه هدول الشخصين بيشوفوا المصاري بطريقه مختلفه. الشخص الطرطور بيقول على المصاري كلياتها اي شخص بطالعه انه هو نصاب، انه هو كذا، انه هو كذا، وبلوم العالم كلياتها، وبطلع على الاخبار وبطلع على المشاكل كلياتها، وبشوف المواقف كلياتها بطريقه سلبيه. بتعرف انا لما صارت كورونا فيروس قسما بالله غيرت حياتي. العالم كلياتهم طلعوا على كورونا فيروس انه اوه رح نموت، انا طلعت هي انا هلا بدي اعيش، انا هلا بدي اعيش، بدي افجر الشغل عن طريق الانترنت، لانه ما كان في شغل على ارض الواقع، فانا اضطريت انه انا اشتغل عن طريق الانترنت.
طلعت هيك قلت ثواني، اذا انا بشتغل عن طريق الانترنت فبخلص من الشغل اللي انا عم بشتغله. هي اول مره بحياتي بفكر انه في شيء اسمه اونلاين بزنس. وبعدين فجرت العالم وبلشت اتعلم مهارات وبلشت اطالع منه مصاري. الرجال يلي العيله القيمه بيشوف كل شيء كفرصه لحتى يطالع منه مصاري اكثر، وحتى لو فشل ما عنده اي مشكله لانه هو عم بيتعلم، واذا طالع مصاري بيتعلم، واذا ما طلع مصاري كمان بيتعلم، وبضل لحتى يطالع مصاري. ما بفكر باي طريقه سلبيه على المواقف يلي بتصير معه، لانه هدول كلياتهم فرص، وهدول الفرص ما رح يرجعوا ينعادوا. فاذا استغل الفرصه بجوز فرصه من هدول الفرص بوم اطلع له مصاري مثل الكذب وهو ما يستوعب. قسما بالله انت اخوي انا عن جد بحبك. شوف وصلنا لاخر الفيديو، اوكي؟ 3/4 العالم طلعوا من الفيديو، العالم الثانيين ما بيقدروا يسمعوا هيك كلام، فبصيروا هن بيخافوا هذا ايش عم يحكي كذا. بس الشخص اللي عم يحكي عن جد مطبق هدول الشغلات وكان عنده نفس طريقه التفكير اللي هدول الاشخاص بيفكروا فيها. فاستوعب علي، انا عن جد حابب اساعدك. انت ضغطت على هذا الفيديو لحتى تتطور، صح؟ فانت المصاري بتستحق لك. العالم التانيين اللي ما بدهم يتطوروا خليهم يضلوا مثل ما هن، وما عندك اي مشكله حتى لو ماتوا وعاشوا بنفس البلد وما طلعوا ولا عملوا ولا اي شيء، مالك دخل فيهم. انت اللي عليك تعمل الشيء اللي انت بتقدر عليه، وبس عملت الشيء اللي بتقدر عليه حاول تساعد الثانيين مثل ما انا مساوي على الضغط. فمن جوا قلبي، من جوا قلبي بتمنى لك كل خير. وعن جد قسما بالله حرقه بجواتي كانت لانه ما كان في حدا اسمه كزاز على اليوتيوب، ما كان في حدا اخذ الطريق قبلي وعم فرجيني اياه، وانا اضطريت اخذه لحالي. وانا هلا ما بدي ولا اي شخص من الاشخاص اللي عم تابعوني يلي عن جد بحبوني يروح هذا الطريق لحالهم. انا بدي اكون معهم وبظهرهم، وبعد 3 سنين من اليوم او بعد 2 رح تشوف انه اخوك كزاز كل شيء كان عم يحكيه كان عن جد صح، وكان كل شيء عم يحكيه كان مرتب لحتى يساعدني بهي الرحله، وانا رح اكون معك. هذا العقل اللي عندك بيوزن بلد اذا انت بتعرف تستغله عن جد، وانا عن جد رح اكون معك، اوكي؟ شوف بنهاية هذا الفيديو بتمنى لك كل خير، واتمنى لك ارجى اليوم بالتاريخ، ولا تنسى انه انت اخوي الاصلي وانت سوبر سكسي. لا تنسى تحت بتشوف المهارات يلي انا عم بساويهم لحتى اعلمك اياهم. روح قدم طلب، واذا انت انقبلت حاول تستغل الفرصه مباشر وتبلش تنجز وتطالع مصاري. ليتس جو مان.